ما هي الأسهم؟ ولماذا قد تلجأ بعض الشركات لبيع أسهمها؟ بداية، السهم هو عبارة عن حصة من حصص ملكية الشركة، ويمتلك السهم قيمته بناء على قيمة الشركة وعدد الأسهم. مثلا إذا كان لدى الشركة 10,000 سهم متداول، وكان شخص ما يمتلك 1000 سهم، فيمكن القول أن لديه حصة 10% من الشركة. فلماذا تتجه بعض الشركات لبيع أسهمها عبر إدراجها في البورصة؟ بيع الأسهم يعني خسارة حصة من ملكية الشركة لطرف آخر، مما يعني أن حرية اتخاذ القرار ستعود بالغالب لمن يمتلك الحصة الأكبر من الأسهم. ولتبيع الشركة أسهمها يجب أن تدرج في سوق الأسهم، والذي يتطلب أن تكشف الشركة عن أوراقها كالإيرادات والمصاريف والديون. ويعود السبب الرئيسي لبيع الأسهم هو زيادة رأس المال، والحصول على تمويل لزيادة حجم الشركة، وتجنب اللجوء إلى أخذ القروض، ذلك عن طريق بيع أسهمها للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. فهل تمتلك أسهما في إحدى الشركات؟